مؤيد مباراة زي هذه مهم، كان يجيب الفريق ويجيب المنتخب، وإحنا محتاجين. تو غادي نتكلموا فنيًا يقول لك كيف طيب دقيقة عزّوا الملعبي ومعاذ ما داروا شيء، مش ما داروا شيء، اللي يوصّل لهم في الكورة مش موجود. كيف مباراة زي هذه ما نرفعهاش ومباراة مهمة؟ نوريك المدرب وضعف شخصيته. ظهر علينا الناقد والمحلل الرياضي الأستاذ الليبي القدير عادل الخمسي بعد مباراة منتخب ليبيا أمام المنتخب الفلسطيني، متحدثا بقوة عن غياب أحد المفاتيح الهجومية وصناع اللعب لمنتخب ليبيا، بمعنى غياب ذلك العقل الذي يوصل الكرة إلى المهاجمين ويمنح المنتخب الليبي هوية هجومية. وأنا هنا لن أكتفي بإعادة ما قيل، بل سأدخل إلى أصل المسألة. سأفحص المباراة معكم وسأوضح معكم إذ ما كان من الواجب الدخول بخطة هجومية وبلاعبي وسط من ذوي النزعة الإبداعية كما يرى الأستاذ الليبي القدير عادل الخمسي، أم أن اختيارات الطاقم الفني باللعب بثلاث وسط للعمق مائل للدفاع، إذ ما كانت نظريا هي الاختيار الأقرب للسلامة. وكعادتي وعادتكم لن ندرك الإجابة حدسا ولا تقديرا، بل سنرفع الغطاء عن الحقائق وسنخضع المباراة لميزان العلم ونكشف معا إذ كان المنتخب الليبي حتى كما يصفه الأكثرية بضعف شديد ملزم باحترام ذاته أمام منتخب أضعف منه جاهزيا وفنيا. وما سنقوم به الآن تجربة خيالية سنفترض بها أنا وأنتم نمسك بزمام إدارة الكرة الليبية، أنا في مكتب تحليل الأداء والبيانات وأنتم في الإدارة العليا. وما سنقوم به الآن هو اجتماع عاجل في طرابلس، اجتماع يعقد فور وصول المنتخب إلى مطار معتيقة لنفتح أمام المدربين والإداريين بالمنتخب الليبي ولنطرح الأسئلة التي يجب أن تطرح، أي اجتماع مراجعة الأداء بالمباراة والخروج مبكرا من البطولة. وسنقوم بذلك عبر قراءة لتحليل البيانات ما قبل المباراة ونعكس ذلك على إدارة الطاقم الفني للمباراة. ونبدأ أولا بمنتخب فلسطين، وكل المعايير ستكون خلال آخر 3 أشهر جاهزية وإمكانيات المنتخب الفلسطيني قبل البطولة العربية، أي قبل مواجهة منتخب ليبيا. عدد المباريات 5 مباريات كلها ودية، منها 2 أمام أقاليم و2 أمام منتخب الجزائر الثاني وواحدة أمام ماليزيا. مباريات دون جودة المباريات الرسمية، أي إن المنتخب الفلسطيني بعيد كل البعد عن نسق المباريات الرسمية. أما بالنسبة لعدد الفوز بالمباريات لم يفز إلا في مباراة واحدة وكانت أمام الجزائر الثاني، وعن عدد التعادلات لم يتعادل في أي مباراة. وبالنسبة للخسائر فكانت 4 خسائر، منها 2 أمام أقاليم وواحدة أمام منتخب الجزائر الثاني وواحدة أمام منتخب ماليزيا. وفي كل هذه المباريات قد سجل المنتخب الفلسطيني هدفان فقط وقد استقبل 9 أهداف كاملة. ولننتقل الآن إلى منتخب ليبيا، عدد المباريات 5 أيضا، ولكن الفارق 4 منها رسميات وآخرها كانت ودية أمام منتخب عربي. وقد ضمت المباريات فرقا مثل رأس الأخضر وأنغولا، أي مستويات تنافسية ممتازة، ما يعطينا نظرة تحليلية استباقية عن المنتخب الليبي أكثر جاهزية من منتخب فلسطين. وبالنسبة لعدد الفوز فقد فاز المنتخب الليبي ب3 مباريات، منها فوز على أنغولا وقد تعادل 2 منها أمام رأس الأخضر. وهنا نتأكد من الجاهزية التامة هي لصالح المنتخب الليبي على المنتخب الفلسطيني، رتم مباريات أعلى مستوى ونتائج أفضل بكثير. وقد سجل المنتخب الليبي 7 أهداف كاملة، أي إننا نستنتج هجوميا هو أفضل من منتخب فلسطين صاحب الهدفين فقط. وقد استقبل 3 أهداف كلها من منتخب ذو مستوى ممتاز وهو الرأس الأخضر، ما يعطينا تحليل استباقي عن المنتخب الليبي أقوى دفاعيا. وهنا يشير ملف التحليل البياني المقارن قبل المباراة في عدد المباريات وجودتها. ليبيا تتفوق على فلسطين، وفي عدد الفوز بالمباريات ليبيا تتفوق على فلسطين، وفي عدد التعادلات بالمباريات ليبيا تتفوق على فلسطين، وفي عدد الخسائر في المباريات ليبيا تتفوق على فلسطين، وفي عدد الأهداف
الأهداف في إجمالي المباريات ليبيا تتفوق على فلسطين، وفي عدد استقبال الأهداف في إجمالي المباريات ليبيا تتفوق على فلسطين. وإذ دلت كل التحليلات البيانية الاستباقية على ضعف منتخب فلسطين أمام منتخب ليبيا. ثم دخلت عليه بمنظومة 5-4-1 دفاعية صارمة وبلاعبين ذو نزعة دفاعية أكثر منها هجومية، بلا صانع لعب ولا ربط ولا تحولات هجومية، باستثناء نمط ابتدائي وهو الكرة الطويلة من الخلف إلى الأطراف، وبمرونة تكتيكية ضعيفة عند الاستحواذ بتقدم صبحي إلى جناح متوسط ومعاد إلى مهاجم ثاني، ليصبح شكل الفريق 4-4-2 لثوان معدودة. فقد أسأت قراءة المنافس وأسأت إدارة المباراة وضيعت ميزة كان العلم يضعها بين يديك، فليست المشكلة في فلسطين بل في قراءة الطاقم الفني لمنتخب ليبيا لخصمه منتخب فلسطين، وفي سوء آلية الاختيارات للاعبين. ضعف إداري واضح مشبوه باستدعاءات غريبة. كنت معكم أنا الكابتن حمزة عمران، محلل أداء معتمد من إسبانيا وكرواتيا ومدرب معتمد من الاتحاد الأفريقي والليبي والتونسي. دمتم في أمان وحفظ الله.